السلام عليكم، مرحبا بكم عند شيوات ماهر. كما كتشوفوا وصفه جديده اللي هي كيكه بالشوكولات بتزيين بسيط. نتمنى نال اعجابكم. بسم الله على بركه الله. نشوفوا المقادير. عندنا باكيه ديال الكوابل، عندنا كاس ديال الزيت والزبده مخلط، عندنا كاس ديال الماء، 4 ديال البيضات، 2 خمارات، وواحد ساشي ديال لافاني، وقبيصه ديال الملحه، وعندنا كاس ديال سنيده، وربع كاس ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الطحين. وكتبقى حسب النوعيه ديال الدقيق. غادي نبداو بالخليط الاول. غادي نديرو داك الكاس ديال الماء، كاسرونه كنت ذوبت فيها غير الزبده، وغادي نزيد الكاس ديال الزبده، وغادي نزيد داك الباكيه ديال الكاكاو او الكوابل لان خاص كاكاو حلو، ماشي المر. الباكيه الصغيره هذه ماشي الكبيره. غادي نخويوها كامله، وغادي نحرك مزيان الخليط حتى يبان لي تخلط مزيان. ديك الكاكاو ولات بحال الشوكولا دايبه، وغادي نديرها فوق البوطه. غادي نبقى نحركها حتى تبدا كتعقد واحد شويه. كما كتشوفوا ماشي ثقيله بزاف، كيف قلت لكم خفيفه. ما حدا فوق البوطه هي كتعقد، ما خاصهاش تكون عاقده بزاف لان غادي نسقيو بها الكيكه. غادي نفرقوها على جوج ونخليوها على جنب، ونبداو نصاوبوا الكيكه ديالنا. غادي نديرو 4 البيضات اللي عندنا، والبيض بحراره المطبخ، وغادي نضيف معاهم سنيده وداك نص كاس ديال الزيت، ما كاملاش نص، قل من نص شويه. ونضيفو ديك القبيصه ديال الملح، ضروري من قبيصه الملح. وغادي نحركو مزيان، نخلطو الخليط مزيان، ونضيف ديك الصلصه، وغادي ندير لافاني والخمارات. اللي كيبغي النسمه ديال لافاني يديرها، اللي ما كيبغيش ماشي مشكل. ونزيدو دوك الخمارات بجوج، وغادي نضيف فوق منهم الطحين. كما قلت لكم الطحين هنايا راه عندي جوج كيسان كبار. كما شفتوا ماشي كيسان د العنبه، هادو كيسان كبر منهم واحد شويه. غادي ندير جوج كيسان، وإلا كفاني هو هذاك، ما كفانيش غادي نزيد واحد شويه. المهم ما كتجي لا ثقيله ولا خفيفه بزاف، عاديه القوام ديال اي كيكه. وكنحركوها مزيان مزيان. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. كما قلت لكم ماشي ثقيله ماشي خفيفه بزاف. المول كندهنوه بالزبده وكنرش عليه الطحين، وكنخويوها في المول. والفران بطبيعه الحال كيف العاده انا ما كنشعلوش حتى كنوجدها، كنحطها في الفران عاد كنشعل الفران. وكما شفتوا خاصنا نبقاو نطلعو يدينا الفوق ونخويو الخليط ديالنا في المول هكا. نحاولوا نبقاو نطلعو يدينا الفوق وندخلوها للفران كما قلت لكم بارد، ونخليوها طيب على درجه حراره ناقصه تقريبا نص ساعه حتى ساعه قل 20. وملي طيب غادي نشدوها ونثقبوها. ممكن تقبوها بلا باي ولا بفرشيط ولا باش ما بغيتو. حنا تقبناها
بعويدات، وكنشدو داك لاصوص شوكولا ونخويوها عليها كامله. والتزيين كيبقى كيف العاده حسب الذوق وحسب المتوفر في الدار. كان عندنا حنايا الكركاع، زيناها بالكركاع. المهم هو المذاق جات رائعه رائعه رائعه. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم. الا عجبتكم ما تنسونيش بلا جيم وبالتعليقات ديالكم زوينه، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاهل والاصدقاء ديالكم. واللي مازال ما انضمش للعائله الصغيره ديالنا ينضم لينا بالضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جايه او فيديو جاي ان شاء الله عما قريب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.